المشاهدون الأكارم، سعدتم أوقاتنا أينما كنتم بكل خير، وكل عام وأنتم بألف خير بحلول عيد الميلاد المجيد. نشرة الأخبار نقدمها لكم من الفضائية الإريترية، نستهلها كالعادة بأهم وأبرز العناوين. جهود مردية لتوسيع الخدمات الاجتماعية في إقليم الكشبركة. الاتحاد الوطني للشباب والطلبة يقيم أنشطته. مكتب التعليم في الإقليم الجنوبي ينظم تدريبا في إدارة المالية. الصين تفرض عقوبات على 5 شركات عسكرية أمريكية. شقيقة زعيم كوريا الشمالية تحذر من رد فوري على أي استفزاز. وأمريكا تحضر تحلية طائرات بوينغ ماكس 9 مؤقتا. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. أعلنت إدارة إقليم الكشبركة في الاجتماع التقييمي الذي عقدته يومي 4 و5 من يناير تحقيق نتائج مرضية من جهود تعزيز برامج التنمية وزيادة استفادة المواطنين في مؤسسات الخدمات الاجتماعية بمشاركة الشعب والجيش. وأفاد الاجتماع تنفيذ برامج كبيرة في عام 2023 بمشاركة شعبية في أنشطة الحفاظ على التربة والمياه، والدفع ببرامج التنمية والأمن، وتقوية عمل التحصيل الضريبي والتشجير وبناء خزانات المياه. وذكر التقرير المقدم بأن الدعم المجتمعي للمحتاجين وأسر الشهداء كان مرتفعا، وتنفيذ برامج تحفيزية وترفيهية لأفراد قوات الدفاع المنخرطين في التنمية، واتخاذ مبادرات لسد النقص في مؤسسات الخدمات الاجتماعية وتعزيز الخدمات الإدارية، والقيام بأعمال بناءة للسيطرة على جراد الأشجار. وقدم المشاركون اقتراحات بشأن التدابير الواجب اتخاذها لتصحيح القصور، وحثوا على تنظيم دورات تدريبية على مختلف المستويات لتنمية قدرات أعضاء الإدارة. وقال حاكم إقليم الكشبركة السفير محمود علي الحروي إن أغلب البرامج المخطط لها تم تنفيذها بفضل المشاركة العالية للشعب ومساهمة قوات الدفاع، مذكرا الإدارات لوضع خطة تنفذ عبر الجدول الزمني ومراقبة فاعلة. وأوضح بأن حماية التربة وحفظ المياه والتحصيل الضريبي من بين الأولويات. قيم الاتحاد الوطني للشباب والطلبة في اجتماع عقده يوم 4 و5 من يناير في أسمر أنشطته السنوية لعام 2023 وبحث برامج عام 2024. وركزت تقارير العمل التي قدمها مسؤولو الأقاليم والأقسام وممثلو المديريات فضلا عن ممثلي النواحي على أنشطة فروع المدارس والكليات، مما عزز الوعي والمشاركة السياسية وزيادة الرغبة والاهتمام بالتعليم وتعزيز الوعي الاجتماعي والاقتصادي. وفيما يتعلق بالتحديات ومميزات الاتحاد، تم اقتراح تكثيف التوعية حول الأخلاق والحفاظ على القيم السمحة، وإجراء برامج توعية نوعية بين الأعضاء النشطين، حيث يلعب تأثير الأقران دورا محفزا، وتقوية الهيئات الإدارية في فروع المدارس والكليات لتعزيز أنشطة الاتحاد وتأهيل القدرات البشرية. وقال رئيس الاتحاد السيد صالح أحمد دين في ختام الاجتماع إن عام 2023 كان عام النتائج المشجعة في رفع مستوى الوعي وتنظيم الطلاب، ويجب تعزيز التنسيق والتعاون مع وزارة التعليم والجهات الحكومية والجبهة. وذكر بضرورة تعزيز دور ومساهمة الشركاء والمجتمع في شؤون الطلاب لخلق الزخم. عقدت اللجنة التنفيذية للكونفدرالية الوطنية للعمال اجتماعها السنوي في أسمرة في 4 و5 من يناير، وقيمت أنشطتها لعام 2023 وناقشت خطة عمل 2024. وقيمت اللجنة التنفيذية خلال الاجتماع الأنشطة المنجزة خلال عام 2023 في مجالات التنظيم والعلاقات الخارجية والإدارة والمالية والتدريب وتنمية الموارد البشرية والعاملين الشباب والمرأة والعلاقات العامة.
وأفاد التقرير فيما يخص التنظيم عن ارتفاع عدد الموظفين المنظمين بنسبة 8%، بينما تم تنفيذ عمليات إعادة التنظيم في 43 مؤسسة. وركزت الندوات التي عقدت على المستوى الوطني في كافة المناطق على تاريخ الحركة العمالية العالمية بشكل عام، وتطور العامل الإريتري الحديث، ومساهمة الكونفدرالية في برامج التنمية بشكل خاص. وفي العلاقات الخارجية، حققت الكونفدرالية الوطنية للعمال سنة عمل ناجحة مع النقابات العمالية الإقليمية والدولية، وتمكنت من إسماع صوتها في مختلف المجالات. وأجريت التدريبات المهنية في مركز مصوع للتدريب المهني، ومركز توكومبيا لتدريب المرأة، ومركزي التدريب في إقليمي عنسبة والقاشبركة، والتدريب في مجالات الإدارة والقيادة، وكذلك تدريب كوادر الشباب العمال وعلوم المحاسبة والسكرتارية والعلوم. بالإضافة إلى ذلك، ذكر التقرير وضع خطة استراتيجية خمسية لمركز التدريب الذي قام بتدريب 922 موظفا في 7 مهن في 6 جولات في مركز مصوع للتدريب. وأخيرا، فإن توسيع المنظمات العمالية وتدريب قادة الجمعيات الشعبية وتعزيز لجان السلامة والصحة وتحسين وتطوير العلاقات الخارجية وبناء قدرات العمال وتنظيم الندوات وورش العمل وإنتاج المنشورات ومقاطع الفيديو التي تركز على العمل هي بعض من الخطط بميزانياتها الجيدة للعام 2024. وفي حديثه خلال اللقاء، قال نائب الأمين العام للمجلس الأعلى ورئيس دائرة التنظيم للكونفدرالية الوطنية للعمال السيد كبر أبكيداني، قال إن التكامل في مكان العمل هو أحد الموارد التي يجب الحفاظ عليها والعمل عليها بجدية، وحث على تنفيذ الوقت المخطط له بشكل صحيح بهدف إنجاز البرامج المعدة للتنفيذ مع الفهم والوعي المشترك. نظم مكتب وزارة التعليم في الإقليم الجنوبي دورة تدريبية حول الإدارة المالية وإدارة الممتلكات لمسؤولي التعليم في المديريات ومسؤولي الإدارة والمالية والمحاسبة وأمناء الخزانة والمدققين الداخليين. ركز التدريب المقدم يومي 3 و4 من يناير في مدينة مندفر على مبادئ الميزانية وإدارة الأموال واستخدامها ومراقبة وإدارة الحسابات المصرفية وعملية المشتريات وإجراءات الفواتير وإدارة النظام المحاسبي وتسجيل الأصول وتخزينها ورعاية الأصول ونظام التحصيل والرقابة وغيرها من المواضيع. وأفاد المشرفون على التدريب لوكالة إيرينا أن الهدف هو اتباع المؤسسات التعليمية الإجراءات الصحيحة والقانونية في إدارة الأموال والأصول. من جانبهم، ذكر المتدربون أن التدريب سيعزز معرفتهم ويساعد جميع المديريات على اتباع نفس الإرشادات والإجراءات. وقال مسؤول التعليم في الإقليم الجنوبي الأستاذ هبتسجي كيداني إن التدريب مهم في العملية التعليمية وإدارة ومراقبة الإيرادات المنصرفات المالية والممتلكات. هذا وسينظم تدريبا مماثلا في دك أمحري الأسبوع القادم. مشاهدينا، فاصل قصير ومن ثم نعود لمتابعة الأنباء على الصعيد العالمي. أهلا بكم. على الصعيد العالمي، أعلنت وزارة الخارجية الصينية فرض عقوبات على 5 شركات عسكرية أمريكية زودت تايوان بالأسلحة. وجاء في بيان صدر عن الوزارة أن الولايات المتحدة انتهكت مبدأ الصين الواحدة والبيانات الثلاثة أسلحة لتايوان بحجة مختلفة لفرض عقوبات أحادية الأجانب ضد الشركات مما يلحق ضررا خطيرا بسيادة الصين ومصالحها الأمنية ويقوض بشكل خطير السلام والاستقرار في مضيق تايوان وينتهك بشكل صارخ حقوق ومصالح الشركات الصينية.
وأوضح البيان أن هذه القيود تشمل تجميد أصول هذه الشركات في الأراضي الصينية وتمنع المنظمات والأفراد في الصين من أي تعامل مع الشركات المذكورة. ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية أن كيم يو جون الشقيقة القوية للزعيم كيم جون أون قالت إن جيش بلادها سيطلق على الفور وابلا من النيران في حالة حدوث أي استفزاز. وتأتي هذه التعليقات بعد ما قالت كوريا الجنوبية أن كوريا الشمالية أطلقت أكثر من 60 قذيفة مدفعية بالقرب من حدودها البحرية المتنازع عليها، وبعد إطلاق مماثل لأكثر من 200 قذيفة بالمنطقة. ورغم أن كوريا الجنوبية أجرت تدريبات على إطلاق النار في البحر ردا على قذائف المدفعية، إلا أن وكالة يونهاب للأنباء الكورية الجنوبية قالت إنه لا توجد خطة للقيام بذلك بعد أحداث السبت. وأدت التدريبات القتالية التي جرت إلى صدور تحذيرات لسكان الجزر الحدودية الكورية الجنوبية للاحتماء في الملاجئ، على الرغم من عدم وجود تقارير عن عبور القذائف للحدود البحرية. أمرت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية بإخضاع 171 طائرة من طراز بوينغ 737 ماكس 9 لعمليات فحص فورية ومنعتها من التحليق حتى الانتهاء من ذلك غداة حادثة وقعت خلال رحلة في ولاية أوريغون بشمال غرب الولايات المتحدة. وذكرت الهيئة في بيان أن توجيهات إدارة الطيران الفيدرالية تفرض على شركات الطيران فحص الطائرات قبل قيامها برحلة جديدة، مشيرة إلى أن هذه العملية تتطلب ما بين 4 و8 ساعات لكل طائرة. وفي وقت سابق أوقفت خطوط ألاسكا الجوية جميع طائراتها من طراز بوينغ 737 ماكس 9 بعد ساعات من انفجار نافذة وقطعة من جسم الطائرة في إحدى هذه الطائرات في الجو، وإجبارها على الهبوط الاضطراري في بورتلاند بولاية أريغون الأمريكية. وهذه أحدث واقعة تتعلق بالطراز الأكثر مبيعا لشركة بوينغ، والذي توقف تحليقه لمدة عامين تقريبا بعد حادثي تحطم في عامي 2018 و2019. ولم يتضح حتى الآن سبب هذا القصور الواضح في هيكل الطائرة، ولم ترد تقارير عن وقوع إصابات. الخبر الأخير في هذه النشرة: وصل المسبار الهندي لدراسة النظام الشمسي إلى مدار الشمس بعد رحلة استغرقت 4 أشهر في أحدث نجاح لبرنامج الفضاء الطموح للدولة الأكثر كثافة سكانية في العالم لرحلة إلى مركز النظام الشمسي. ويحمل المسبار الذي تم إطلاقه في سبتمبر سلسلة أدوات لقياس ومراقبة الطبقات الخارجية للشمس وفق ما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية. وقال وزير العلوم والتكنولوجيا الهندي جيتندرا سينغ إن المسبار وصل إلى مداره النهائي لكشف أسرار العلاقة بين الشمس والأرض. وأطلق كل من اليابان والصين مهمات لمراقبة النظام الشمسي إلى مدار الأرض، لكن المهمة الأخيرة لمنظمة أبحاث الفضاء الهندية هي الأولى لدولة آسيوية توضع في المدار حول الشمس. نختم مشاهدينا الأكارم نشرة هذا المساء بتذكير أبرز العناوين. جهود مرضية لتوسيع الخدمات الاجتماعية في إقليم الكاشبركة. الاتحاد الوطني للشباب والطلبة يقيم أنشطته. مكتب التعليم في الجنوب ينظم تدريبا في إدارة المالية. الصين تفرض عقوبات على 5 شركات عسكرية أمريكية. شقيقة زعيم كوريا الشمالية تحذر من رد فوري على أي استفزازات. وأمريكا تحذر تحليق طائرات بوينغ ماكس 9 مؤقتا.
سادتي سيداتي، هكذا انتهت نشرة هذا المساء. شكرا لحسن الاستماع والمتابعة، وكل عام وأنتم بألف خير. حلو السنة سنبوي تطيح بحري